اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده معانا حلقه خاصه جدا هنتكلم فيها عن اكتر موضوع بيشغل الناس اللي عايزه تخس او تحافظ على وزنها. ازاي نعمل يوم كامل ب 1500 سعره حراريه بس من غير ما نحس بحرمان او جوع. كتير من الناس بيبداوا دايت يومين ويزهقوا. ليه؟ لانهم بيختاروا اكل قليل وما بيشبعش. النتيجه ان هما بيتعبوا ويوقفوا. لكن لو عرفنا ازاي نختار وجبات صحيه ومشبعه وكمان سهلة التحضير، الموضوع هيكون ممتع. في الفيديو ده هتشوفوا فطار لذيذ وغني، سناك خفيف ومفيد، غدا متوازن، سناك تاني بيدي طاقة، وعشاء خفيف بيقفل اليوم من غير ما يزود سعرات. خليني اخدكم معايا من اول اليوم لاخره بخطوات واضحة، ويا ريت تفضلوا للاخر لان في النهاية في نصايح هتفرق معاكم جدا. واول وجبه معانا هي الفطار، ودي اهم وجبه في اليوم. ليه؟ لانها بتحدد طاقتك طول النهار. النهارده هنبدا بوجبه فيها كوب شوفان، كوب لبن خالي الدسم، معلقه صغيره من عسل النحل، نص موزه مقطعه شرايح، 10 حبات من اللوز. الشوفان مع اللبن والعسل بيعمل وجبه مشبعه جدا، واللوز بيديك دهون صحيه بتساعدك تحس بالشبع لفتره اطول، والموز بيضيف طاقه سريعه وطعم لذيذ. جربوا الفطار ده وهتحسوا بالفرق، مش هتجوعوا بسرعة وهيخلي مزاجكم أفضل طول اليوم. نيجي بقى للسناك الأول. بعد كام ساعة من الفطار محتاجين حاجة خفيفة، مش لازم تكون وجبة كبيرة، بس مهم جدا عشان تمنعنا من الجوع الشديد وقت الغداء. السناك بتاعنا النهاردة بسيط جدا، كوب زبادي خالي الدسم ومعلقة صغيرة من بذور الشيا. بذور الشيا لما بتتنقع في الزبادي بتتنفخ وتملى المعدة، وده بيخليك تحس بالشبع بسرعة، وكمان غنية بالألياف والأوميجا 3. نوصل للغدا، أهم وجبة بيستناها الجسم لأنه بيكون استهلك طاقته من الصبح. الوجبة بتاعتنا متوازنة جدا، كوباية رز مسلوق، صدر دجاج مشوي، كوب خضار سوتيه، معلقة صغيرة زيت زيتون. البروتين هنا الدجاج بيشبع لفترة طويلة، والخضار مع زيت الزيتون بيضيفوا ألياف وفيتامينات ودهون صحية، والرز مصدر طاقة بطيء الهضم بيديك نشاط لباقي اليوم. جربوا التوابل بدل الزيوت الكتير زي البابريكا والكمون والفلفل الأسود، بتدي طعم جميل من غير ما تزود سعرات. السناك التاني ما بين الغدا والعشاء لازم سناك صغير يمنع الجوع المفاجئ. النهارده معانا تفاحة متوسطة، معلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني. التفاح فيه ألياف بتنظم الهضم، وزبدة الفول السوداني بتضيف بروتين ودهون صحية. الاتنين مع بعض بيخلوا السناك مشبع وطعمه لذيذ. آخر وجبة في اليوم لازم تكون خفيفة وسهلة الهضم، وده اللي يخليك تنام مرتاح من غير ما تحس بجوع. العشاء النهارده كوب تونة مصفاة من الزيت، شريحة توست حبة كاملة، كوب سلطة خضراء مع عصرة ليمون، معلقة صغيرة من زيت الزيتون. السلطة الخضراء بتملى المعدة من غير سعرات كتير، والتونة بروتين سريع وخفيف، والتوست الكامل بيديك طاقة من الكربوهيدرات المركبة. زي ما شفتوا ال 1500 سعرة حرارية مش معناها حرمان، بالعكس دي خطة متوازنة ومتنوعة ومليانة أكل لذيذ ومشبع. المهم إنك تختار صح وتعرف تقيس الكميات، معلقة صغيرة، كوب، شريحة، كلها طرق تخليك مسيطر على سعراتك من غير وجع دماغ. لو حسيتوا ان الفيديو فاتكم يا ريت تدعموني باللايك والاشتراك. اكتبولي في التعليقات تحبوا الفيديو الجاي يكون من يوم كامل بكام سعرة حرارية، 1200 ولا 1800 ولا 2000. وافتكروا دايما الدايت الصحي مش بس للتخسيس، هو اسلوب حياة. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.